مفيش جواب وانتي تعب وإرهاق نفسي مستمر. طيب هل حسيتي قبل كده إن دماغك زي الراديو المكسور بيفضل يعيد نفس الأسئلة، وإنك مش قادرة ولا تاكلي ولا تنامي ولا تشتغلي عشان مشغولة في التحليل؟ في التعليقات اكتبي كام ساعة في اليوم بتقضيها تفضلي تحللي وتفكري في ليه هو اتغير. أنا مش عايزة تفاصيل، اكتبي لي رقم بس. هلو حبيباتي في تاني حلقة معانا من سلسلة اكتشاف النفسي. النهاردة هقولك ليه السؤال ده هو أخطر عدو للصحة النفسية، وإزاي تخرجي من دوامة التحليل المدمرة دي للأبد بإذن الرحمن. ومش بس كده، أنا هديكي بدايل قوية جدا هتخليكي تستخدمي طاقة التفكير دي في اللي يفيدك فعلا، وهو التعافي النفسي بتاعك وسعادتك. فالجزء الأول معانا خالص هو ليه دماغنا بيحب التحليل. دماغ الإنسان مصمم إن هو يدور على إجابات لما يحصل حدث مش مفهوم، خاصة لو الحدث ده مؤلم. فدماغنا بيفضل يشتغل على اوفر درايف عشان يفهم هو ايه اللي حصل. لكن المشكلة ان في بعض الاحداث خاصة المرتبطة بسلوك البشر ولا ليها اجابة واضحة ولا ليها اجابة منطقية، بس دماغنا للأسف ما بيقبلش كده، فيفضل يدور ويحلل لحد ما يخترع اجابات. وغالبا للأسف الإجابات دي بتكون غلط، وكمان مدمرة لتقدير الذات بتاعنا. يعني لما حد نحبه يتغير معانا فجأة، دماغنا بيحاول يحط الموضوع في صندوق منطقي، وأسهل إجابة بيلاقيها أنا ليه يعني أكيد أنا عملت حاجة غلط. وده مش لأن ده الحقيقة، لأ، هو ده لأن دماغنا بيفضل يلوم نفسه على إنه يقبل فكرة إن بعض الناس ببساطة معقدة، مش مستقرة، أو حتى مش جاهزة للحب. تعالوا ببساطة نفهم دورة التحليل المدمرة دي عبارة عن إيه. أول مرحلة بتمر بيها هي الصدمة. حد ممكن يتغير معاكي بدون إنذار أو حتى تفسير واضح. المرحلة التانية هي البحث عن السبب، إنك تبدأي تدوري في كل تفاصيل العلاقة من أولها لآخرها علشان تفهمي هو إيه اللي حصل. تلاتة، اللوم الذاتي، فتبدأي تلاقي أخطاء في تصرفاتك أنت حتى لو هي مش صح، لمجرد إنك تبرري هو اتغير معاكي ليه. المرحلة الرابعة الهوس التحليلي، إنك تفضلي تحللي وتعيدي تحليل نفس المواقف 100 مرة، والتكرار والتكرار والتكرار. المرحلة الخامسة هي الإنهاك النفسي، تبقي بعد كل المراحل دي مرهقة، مش قادرة تركزي في حياتك، فاقدة للطاقة والفرح والشغف، والنتيجة ولا في إجابة حقيقية، وانتي أكتر ألم وتشويش نفسي. تعالوا بقى زي ما اتعودنا أحكي لكم قصة بنوتة اسمها دينا، مصممة جرافيك، 27 سنة، كانت في علاقة لمدة 8 شهور مع شخص كان بيحبها جدا في الأول، وفجأة بدأ يرد معاها يبقى بارد، بيرد على الرسايل بتاعها متأخر، ويتكلم معاها بجفاف. دينا قضت 6 شهور كاملة تفضل تحلل، هو أنا يمكن لما قلتله إن أنا مش جاهزة نتخطب دلوقتي زعل؟ طب هو يمكن بعد عشان لما رفضت إن أنا أطبخ له في عيد ميلاده؟ يمكن لما اتكلمت مع صاحبي القديم على التليفون؟ كل يوم لمدة 6 شهور تفضل تلاقي سبب جديد تلوم نفسها عليه. مش بتنام، مش بتاكل كويس، شغلها اتأثر، صحتها النفسية انهارت، وفي النهاية اكتشفت إن السبب كان بسيط جدا جدا، إن هو قابل واحدة تانية وقرر يكون معاها، ما كانش ليه أي علاقة بأي حاجة هي عملتها. كل التحليل ده كان عبث، وكل اللوم اللي وجهته لنفسها كان قاسي وظالم جدا، وكأن في جلاد عمال يجلدها وهي مش حاسة. فدينا قالت لي أنا لو كنت عرفت إن أنا هضيع 6 شهور من حياتي علشان أحلل في حاجة ملهاش دعوة بيا، أنا كنت استثمرت الوقت ده في التعافي. فهنا استخلصنا إن دايما الدماغ بتشتغل في الحاجات اللي مش مفيدة واللي مرتبطة بسلوك الإنسان، ولا ليها علاقة بينا، ولا هنلاقي ليها أصلا إجابات منطقية. تعالوا بقى نشوف إيه هي الأضرار النفسية للسؤال الشهير بتاع البنات، هو ليه تغير؟ أول ضرر معانا هو تدمير تقديرك لنفسك. لما تفضلي تدوري على الأخطاء بتاعتك علشان لمجرد إنك تفسري سلوك حد تاني، انت كده بتدمري ثقتك بنفسك حرفيا. لما تكلمي نفسك بصيغة قاسية وصيغة جلد، هو أنا يعني لازم أنا عملت حاجة وحشة، أكيد أنا في عيب خلاني يمشي، أنا لو كنت أحسن كان فضل معايا، وأنا السبب في كل المشاكل. وقتها لما تقولي كل الكلام القاسي ده هتبدأي تشكي في كل القرارات بتاعتك، وتخافي تتصرفي طبيعي في العلاقات الجديدة،
وإنك تحسي إنك دايما معيوبة أو دايما مش كفاية. فتقدير الذات بتاعك هيبقى مفيش أصلا، يعني يكاد يكون معدوم جدا. فأول ضرر معانا تدمير تقدير الذات. الضرر التاني هو الشلل النفسي. يعني إيه شلل نفسي دي؟ لما تبقي مشغولة ال 24 ساعة بالتحليل، هو انت مش بتعيشي حياتك، انت مش قادرة تعيشي اللحظة. هتلاقي نفسك ولا قادرة تركزي في شغلك ولا قادرة تركزي في دراستك، مش قادرة تستمتعي حتى بالأنشطة اللي كنتي بتحبيها. علاقتك مع أهلك وصحابك بدأت تتأثر، صحتك النفسية والجسدية بتتدهور حرفيا، من صداع لمشاكل في النوم لفقدان شهية. زي اللي تفضل تحفر في نفس المكان لسنين طويلة بدل ما تمشي، وممكن تلاقي الكنز في مكان تاني. طب ليه؟ الضرر الثالث معانا هو منع عملية التعافي. التعافي دايما محتاج إنك تركزي على نفسك وعلى مشاعرك وعلى احتياجاتك، ودي حاجات كتيرة جدا بناخدها في كورس الصحة النفسية بتاعنا. لكن لما تيجي تبقي مشغولة بتحليل سلوك حد تاني، انت كده بتحرمي نفسك من الطاقة اللي انت محتاجاها للشفاء. بتفكريني زي واحدة مجروحة كده تفضل تحلل في نوع السكينة اللي جرحتها بدل ما تعالج الجرح. يعني فضلت تسأل هي نوع السكينة دي ايه. الجرح هيفضل مفتوح، هيفضل موجود، مش هيختفي ومش هيتعالج، وانت عمالة تفكري في نوع السكينة ليه بدل ما تعالجي الجرح. فيا ترى انت اي ضرر من دول حسيتي بيه اكتر؟ اكتبي لي في الكومنت. تدمير تقدير الذات، ولا الشلل النفسي، ولا منع التعافي، ولا كل اللي فات ده؟ هو الهدف هنا ان احنا ما نلومش نفسنا اكتر ما بنلومها، يعني كفايه جلد ذات وكفايه قسوة على النفس. الهدف ان احنا نفهم علشان نكمل رحلتنا في التعافي. وده الجزء التاني معانا. ندخل بقى على الجزء التالت. طب انا فهمت الاضرار بتاعتي، ايه البدائل الصحيه للاسئله دي؟ انا بدل ما اقول هو ليه اتغير، انا ممكن اسال نفسي انا ايه اللي انا محتاجاه دلوقتي. يعني بدل ما اوجه طاقتي ومجهودي ونفسيتي وصحتي وكل الكلام الجميل ده على حد بره، لا انا هوجهه لجوه. انا محتاجه ايه دلوقتي؟ انا يعني بدل ما افضل اسال نفسي هو اتغير معايا ليه، او هو انا غلطت في ايه، او كل، لا، انا محتاجه ايه. انا كنت داخله العلاقه دي ليه اصلا؟ يعني هو كان بيلبي لي ايه؟ بدل ما اقول هو ليه اتغير معايا، انت ممكن تقولي انا ايه اللي محتاجاه دلوقتي علشان احس نفسي احسن. ممكن تكوني محتاجه انك تعيطي وتطلعي اللي جواكي. ممكن تكوني محتاجه انك تكلمي واحده صاحبتك وتسمعك. آم، ب ب ب بيقولوها ايه بإنصات. تمام. ممكن تكوني محتاجة تاخدي حمام دافي وإنك ترتاحي، تكتبي مشاعرك، يعني تطلعي تتمشي في الهواء النظيف، تشم هوا جديد بدل ما تفضلي تضيعي نفسك في التحليل. استثمريها في السيلف كير. طيب أنا بدل ما أجي أسأل هو أنا إيه اللي أنا عملته غلط، ممكن تيجي تسألي نفسك بكل بساطة أنا إيه اللي أنا اتعلمته من التجربة دي؟ يا ترى إيه الدروس المستفادة، أو إيه الرسالة اللي ربنا كان عايز يوصلهاني بدخول شخص زي ده في حياتي؟ إيه اللي اتعلمته من التجربة؟ اتعلمت إن أنا أثق في الحدس بتاعي أكتر. اتعلمت إن أنا أحط حدود من الأول. اتعلمت إن أنا الحب لوحده مش كفاية علشان ينجح أي علاقة. اتعلمت إن مش كل الناس مستقرة عاطفيا. اتعلمت إن أنا أقدر نفسي صح. لما تفهمي الرسالة صح، حرفيا بتحولي التجربة من مؤلمة للتجربة قوة وحكمة. قولي لنفسك أنا هبدأ أمارس رياضة بحبها، هتعلم حاجة جديدة طول عمري نفسي فيها، هقضي وقت أكتر مع الناس اللي بتحبني وبحبها، هسافر المكان اللي طول عمري نفسي أو بحلم بيه، هبدأ المشروع اللي أنا مأجلاه سنين. ساعتها انت بتبقي صاحبة هدف، صاحبة رؤية، مش مجرد شخص عايش في الماضي. أصل الماضي هو خلاص كده كده ستيب راحت. نفكر بقى على اللي جاي. وكمان ما نفكرش دلوقتي ان احنا ندخل اي علاقة خالص دلوقتي لحد ما نقدر نكمل رحلة التعافي بتاعتنا. فتعالوا نطبق ده عملي بقى ونعمل خطوات بسيطة جدا جدا، هم 5 خطوات قبل ما ندخل على التقنيات لوقف التحليل. أول خطوة معانا إن إحنا كل ما تلاقي نفسك بتسألي نفسك سؤال مدمر من اللي إحنا قلناهم، قولي بصوت عالي stop. اقفي اقفي، كفاية، حرفيا كفاية. اكتبي السؤال المدمر ده في ورقة، وتحت منه اكتبي سؤال شافي بديل، سؤال بديل من اللي احنا قلناهم.
وجاوبي على السؤال ده ب3 إجابات على الأقل، وحاولي تختاري إجابة واحدة ونفذيها دلوقتي. حاولي تجربي التمرين ده مع أول سؤال وحش أو مدمر بيجي على بالك، واكتبي لي في الكومنت إيه السؤال الشافي أو البديل اللي انت استخدمتيه. طيب تعالوا بقى ندخل على الجزء الرابع معانا، هي تقنيات إن إحنا نقدر بيها نوقف التحليل الزايد. أول تقنية وبنستخدمها في كل الجلسات هي تقنية الجراودنج أو 5 4 3 2 1 للتقريض. بمعنى لما تلاقي نفسك غرقانة في التحليل والتفكير والكلام الجميل ده هتستخدمي الطريقة دي. هي بسيطة جدا جدا جدا، بس بتوقف التحليل وبتخليكي تركزي في هنا والآن. 5 حاجات شوفيها. بصي حواليكي كده وحاولي تسمي 5 حاجات تقدري تشوفيها دلوقتي. 4 حاجات تقدري تلمسيها، حاجات مختلفة حواليكي. 3 حاجات تسمعيها، حاولي تركزي مع ال3 أصوات مختلفة في المكان اللي انتي قاعدة فيه دلوقتي. حاجتين تشميهم، أنا بحب ريحة العود بصراحة فأكتر ريحتين انتي بتحبي تشميهم شميهم. حاجة تدوقيها، ممكن تشربي مية أو تشربي القهوة أو تشربي أي حاجة انتي عايزاها، فدماغك هيرجع للحظة الحالية ويبطل يلف ويدور في الماضي. فأول تقنية معانا هي تقنية الجراودنج أو 5 4 3 2 1. التقنية الثانية معانا بقى هي تقنية الوقت المحدد، سواء للتفكير، القلق، التحليل أو كده. بنستخدم الموضوع ده في القلق. يعني بدل ما تيجي تفكري طول اليوم حاولي تخصصي وقت محدد، زي مثلا 15 دقيقة. مع ان 15 دقيقة دول كتير، بس ها انا معاكي للاخر. 15 دقيقة في اليوم بس للتفكير في الموضوع. اعملي تايمر كده، فكري براحتك خالص من هنا للسنة الجاية، بس في ال15 دقيقة. لو عايزة تجيبي شريط حياتك كله انا معاكي عادي جدا، ولكن لما التايمر يخلص هتقولي لنفسك ستوب. يعني انتهى وقت التفكير وانتهى وقت القلق وانتهى وقت والتحليل وكل الكلام ده. كل ما الموضوع يجي على بالك في أي وقت من أوقات اليوم غير الوقت المخصص للتفكير، هتيجي تقولي لنفسك لا أنا هفكر فيه في الوقت المحدد للتفكير بكرة إن شاء الله. يعني أنا خلاص فكرت 15 دقيقة النهاردة، لو جالي حاجة فيها تفكير أو تحليل أو قلق تاني لا أنا هقول بكرة إن شاء الله في الوقت اللي احنا محددينه يا بوبو نقعد نفكر براحتنا، وعايزة تجيبي شريط حياتك كله هاتيه أنا معاكي. بكده انت دلوقتي بتحاولي تتحكمي في التفكير مش هو اللي يتحكم فيه، ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا. طيب طبعا قبل ما نكمل التقنية التالتة، لو وصلت لحد هنا اعملي سبسكرايب للقناة وفعلي زر الجرس وشاركيه مع كل حد بتحبيه وشايفة ان الفيديو ده هيساعدها او هيساعده على التشافي. التقنية التالتة بقى هي إعادة التوجيه للطاقة. كل ما تحسي إن دماغك بدأ يحلل اعملي حاجة تخليكي تركزي في جسمك. بمعنى ممكن تمشي بسرعة، جري في المكان كده لمدة 10 دقايق. ممكن تعملي أي تمارين بسيطة، مثلا ترقصي زومبا، ترسمي، تلوني، تطبخي، تعملي أي حاجة. بس أهم حاجة للبنات الرقص حلو يا بنات بجد. ممكن تتصلي بصاحبتك وتتكلمي في موضوع تاني خالص. أهم حاجة أهم حاجة ما تجيش تتصلي بصاحبتك وتتكلموا مع بعض وتنموا في نفس الموضوع، بلاش. حاولي تتكلمي في أي مواضيع تانية خالص. النشاط البدني أو الجسدي بيقطع دورة التفكير المدمرة وبيعيد توزيع الطاقة في كل منطقة من مناطق جسمك. تعالوا مثلا نشوف قصة بنوتة اسمها مي عندها 35 سنة. يعني من 6 ل8 ساعات ده كانت دايما يوميا بتقضيهم إن هي تحلل في علاقة اوريدي أساسا خلصانة من 4 شهور. ما بتقدرش إن هي تاكل ولا تنام وشغلها اتأثر جدا، لحد ما المدير بتاعها كلمها في الموضوع ده. فحاولت مي إن هي تستخدم التقنيات اللي أنا لسه قايلها لكم عليها دلوقتي، زي إن هي بتاعة الوقت المحدد بقت تيجي تفكر 15 دقيقة بس أو ربع ساعة بس كل يوم. وكل ما تبدأ إن هي تحلل لأ ممكن كانت بتروح الجيم. كانت حاولت كان عندها حلم قديم يعني إن هي تتعلم على البيانو، واشتركت في جروب ثيرابي دعم نفسي للتعافي من العلاقات التوكسيك. وب3 شهور بس بدأت إن هي ترجع لطبيعتها.
شغلها اتحسن كتير أوي، بدأت إن هي ترجّع الفرحة لنفسها تاني، وأهم حاجة قالت لي: "أنا فهمت إن السؤال هو مش ليه اتغيّر، هو السؤال الصحيح إزاي أنا هاتغيّر للأحسن، هو خلاص اتغيّر وشاف واحدة تانية وعايش حياته والدنيا تمام، إزاي ده بقى ما يأثّرش عليّا أنا وأرجع أعيش حياتي تاني يمكن أحسن من الأول من لمّا كان هو موجود في حياتي." دي كانت تقنيات بسيطة جدًا، جدًا، أنا باحاول على قد ما أقدر ما ادّيكوش حاجات معقّدة ومصطلحات معقّدة، لأ أنا باحاول إن أنا أسهّل عليكم الموضوع. حاولوا بس تطبّقوا كل الكلام اللي أنا باقوله، عايزين تكتبوه في دفتر عندكم ويكون ده دفتر خاص بالتشافي أو التعافي النفسي، ما عنديش أي مشكلة خالص. الجزء الخامس معانا هو إزاي أبني عقلية إني أنا أركّز على المستقبل. تعالوا كده نفرّق ما بين عقليتين، عقلية عايشة بليه حصل ده، وعقلية تانية هو إيه اللي ممكن يحصل. العقلية القديمة اللي هو ليه حصل ده، دايمًا مركّزة على الماضي، ليه حصل كده، لو رجع بيّا الزمن أنا كنت هاعمل إيه، أو إيه اللي كان ممكن أعمله مختلف، أو ليه هو اتغيّر، أو إيه الغلط اللي أنا عملته. كلام مرهق وقاسي ومُتعب نفسيًا لأبعد الحد، إنما العقلية الجديدة دايمًا مركّزة على المستقبل، هو أنا إيه اللي عايزاه يحصل في حياتي الفترة الجاية، أو إيه الخطوة اللي أنا ممكن أعملها النهارده، أو إزاي أبني الحياة اللي أنا أستحقها كبني آدمة وكبنت وكحد بيحلم وحد طموح وحد شغوف، إيه الحاجة اللي أنا أستحقها؟ اكتبي إجابتِك للأسئلة دي وهتشوفي الفرق حرفيًا. ممكن تسألي نفسِك 5 أسئلة. أول سؤال: أنتِ إزاي شايفة نفسِك بعد سنة من دلوقتي؟ إيه الحاجات اللي أنتِ نفسِك تحققيها؟ أو إيه نوع الشريك اللي أنتِ تستحقيه؟ وإيه العادات اللي أنتِ عايزة تتبنيها في حياتِك؟ وأخيرًا إيه الأحلام اللي أنتِ كنتِ مأجلاها وجه وقت إنِك تحققيها؟ الأسئلة دي حرفيًا سحر. ليه بقى؟ لإن هي بتوجّهِك على أول خطوة من الطريق بتاع التشافي والتعافي بنفسِك، حقيقي، حقيقي بيخلّي عندِك رؤية مستقبلية تحفة. والسؤال الأشهر والأهم في الinterview: أنت شايف نفسك فين بعد 5 سنين من دلوقتي أو 3 سنين؟ لأ، أنا عايزة تشوفي نفسِك فين بعد سنة من دلوقتي، عشان نبدأ نشتغل عليها واحدة، واحدة، ما يكونش عندنا صورة معقدة بعد 3 أو 5 سنين، لإن مش كل الناس هتعرف تشوف الصورة دي. طيب التقنية بقى معانا هي الfuture self أو الذات المستقبلية. يعني إيه؟ إن إحنا نتخيل نفسنا بعد 5 سنين آآ بنوتة سعيدة، بنوتة قوية، متعافية. واسألي الذات المستقبلية دي: يا ترى إيه النصيحة اللي تقدري تقدميها ليّا دلوقتي؟ التمرين ده مهم جدًا بنعمله في تعافي الطفل الداخلي، علشان نشوف أو الطفلة الكبيرة تكلم الطفلة الصغيرة. فتخيلي نفسِك بعد 5 سنين عاملة إزاي، وخلّيها تنصحِك نصيحة ليكِ دلوقتي. اكتبي الإجابة بكل حُب، وزي كإنِّك ذاتِك المستقبلية حرفيًا بتكلمِك. وطبعًا، طبعًا، طبعًا أنا هابعت لِك رسالة دلوقتي: حبيبتي، أنا عارفة إنِّك تعبانة دلوقتي، بس أنا هاقول لِك سر صغير. صدقيني، صدقيني، كل الألم ده هيخلّيكِ أقوى من الأول. وقّفي تحليل، وقّفي تفكير، وقّفي قلق، وابدئي استثماري في نفسِك. ده أهم، أهم استثمار في حياتِك ممكن تعمليه. اتعلمي، سافري، اكتشفي مين أنتِ من غير أي شخص في حياتِك. صدقيني والله العظيم أنتِ أقوى يعني مما تتخيلي ومن أي حد يتخيلِك، وتستحقي كل حاجة حلوة. دي كانت رسالتي الصغيرة مني ليكي يا بنوتي الجميلة. واكتبي لي في الكومنت نصيحة واحدة الذات المستقبلية قالتها ليكي. أخيرا خطة ال30 يوم للتركيز على المستقبل. زي ما اتعودنا في الفيديو اللي فات أنا كتبت لكم خطة لمدة 21 يوم تقريبا. النهاردة هديكوا خطة ل30 يوم. أول أسبوع معانا هو تنظيف الذهن. أنا عايزة أفضي كل حاجة من دماغي، مش عايزة أفكر في أي حاجة خالص. فأول 3 أيام هنمارس تقنية الوقت المحدد للتفكير، اللي هُم الربع ساعة اللي إحنا قررنا إن إحنا نحطهم.
واليوم الرابع والخامس هنكتب كل الأسئلة المدمرة اللي انت بتسأليها لنفسك وحوليها لأسئلة تشافي بديلة. اليوم السادس والسابع هنستخدم تقنية الجراودنج أو 5 4 3 2 1. الأسبوع التاني معانا هو بناء الأهداف. اليوم الثامن والتاسع والعاشر هنكتب أهداف لل6 شهور الجايين علشان نعرف نشتغل عليهم كويس ويكون عندنا رؤية واضحة للي قدام. 11 و12 هنبدأ نتعلم حاجة جديدة. اليوم ال13 وال14 هنعمل تمرين الذات المستقبلية، واوعي تنسي رسالتي ليكي. والأسبوع الثالث هنطبق عملي. يعني إيه؟ يعني من اليوم ال15 لل17 هنحاول إن احنا نعمل خطوة جديدة يومية من الخطة أو الأهداف اللي احنا حطيناها في ال6 شهور الجايين. اليوم 18 و19 هنقضي وقت مع ناس إيجابية وناس داعمة لحياتنا وناس احنا بنحبها وبنحبهم، حتى لو هنتعرف على ناس جديدة ونعمل دايرة جديدة في حياتنا، ده حلو جدا. اليوم 20 و21 هنعمل حاجات بتخليكي تحسي بالإنجاز حتى لو حاجات صغيرة. كل حاجة صغيرة انت بتعمليها حرفيا حرفيا هتفرق معاكي جدا. الأسبوع الأخير هو أسبوع التقييم والتطوير. هنراجع في اليوم 22 لل24 هنراجع التقدم بتاعنا وإيه اللي اتغير فينا وإيه اللي محتاج إن احنا نطوره أو نشتغل عليه أكتر. حتى اليوم ال25 وال26 هنحدد أهداف الشهر الجاي. 27 لآخر يوم في الشهر هنحتفل بكل خطوة خطيناها في رحلة التعافي. ويا ترى مين من حبيباتي هتلتزم بالخطة دي؟ تبيلي في الكومنت معاكي للنهاية. وأخيرا رسالتي لبنوتين كالعادة، رسالتي للبنت اللي مش قادرة تبطل تحليل. أنا عارفة إن انتي دماغك زي الأسطوانة المقطورة بيفضل يعيد نفس الأسئلة، وعارفة إنك تعبتي من كتر التفكير وحاسة إنك مش قادرة تتحكمي في أفكارك. بس أنا عايزاكي تسمعيني كويس، انتي ولا مجنونة ولا ضعيفة. دي طريقة دماغك بيحاول يحميكي بيها من الألم، بس الحقيقة إن التحليل الزايد هو مش بيحميكي، هو بيأذيكي أكتر. الحماية الحقيقية لما تيجي بتكوني مركزة على بناء نفسك مش على فهم الناس اللي أذيتك أو اللي أذاكي إيه. انتي تستحقي تعيشي في سلام نفسي، تستحقي تنامي مرتاحة من غير ما دماغك يفضل يلف هنا ويلف هنا، تستحقي تفكري في المستقبل الجميل اللي مستنيكي مش في الماضي اللي راح. من النهاردة قرري انك تديري وشك للأسئلة المدمرة ولأي حاجة تأذيكي، وبحبك جدا جدا جدا. رسالتي التانية بقى للبنت اللي خايفة تبطل تفكير. أنا عارفة إن جزء منك خايف يبطل تفكير وتحليل، إنك حاسة إنك لو بطلتي تفكري يبقى كأنك نسيتي أو مهتمتيش، بس دي مش حقيقة خالص. إنك تبطلي تحللي مش معناه إنك نسيتي أو حتى مهتمتيش، هو معناه إنك قررتي تكرمي وقتك وطاقتك وتستثمريها في اللي حقيقي يستحق، وهو انتي أكتر شخص حقيقي يستحق إنك تستثمري فيه. الذكرى مش بالتحليل، هي الذكرى بالتعلم، والتقدير مش بالألم، التقدير بالنمو. ولما تبطلي تحللي في اللي أذاكي وتبدأي تبني في اللي يسعدك، صدقيني انتي مش بتخوني الماضي، انتي بتكرمي المستقبل، وانتي تستحقي مستقبل جميل. وبحبك قوي قوي قوي. فختمنا للحلقة بتاعت النهاردة. قبل ما تنامي اكتبي سؤال مدمر كان شاغل بالك، حوليه لسؤال بديل أو مشافي زي ما اتعلمنا، وحاولي تكتبي ال3 إجابات على السؤال اللي انتي حطيتيه. اختاري إجابة واحدة وخططي إنك تعمليها من بكرة، وقولي لنفسك أنا أستحق سلام نفسي وأنا قادرة أحققه. واحدة مني ليكي هحاول على قد ما أقدر في كل فيديو في السلسلة الجاية بإذن الله هحاول أديكي أدوات أكتر للتعافي. أنا مش هسيبك لوحدك في الرحلة دي، فاعملي سبسكرايب علشان نكمل الرحلة سوا، وشاركي الفيديو مع أي حد محتاج إن هو يسمع الرسالة دي، وقوليلي في الكومنت إيه أكتر تقنية هتجربيها. ولو عندك تجربة مع الإفراط في التحليل شاركيها معايا لحد ما نشوف بعض الفيديو الجاي. افتكري دايما مستقبلك أهم من الماضي بتاعك، وسعادتك أهم من أي حد أذاكي، وسعادتك أهم من أي حد. أشوفك على خير في الفيديو الجديد. باي باي.